ازيك؟ خليني سريعا افكر نفسي بالفرق بين الفريم بير سكند والشاتر سبيد. الفريم بير سكند باختصار شديد هو عدد الاطارات او الصور في الثانيه الواحده، وباين من اسمه فريم بير سكند يعني فريم في الثانيه، واللي معروف عنه ان هو 24 25 30 60 فريم 120، وفي كاميرات بتصور اكتر من كده. حلو الكلام. ده هيفرق معانا في ايه؟ الفيديو الطبيعي اللي انت عينك بتشوفه هو 25 فريم بير سكند مثلا زي ما انا بصور كده. طب لو انا بصور على 60 او 120 او اكتر، ده هيتيح لي عدد فريمات اكتر، فاقدر ان انا في السيكونس بتاعي او في الفيديو بتاعي اقدر ان انا اعمل السلو موشن. ده الفريم بير سكند. طيب ايه هو الشاتر سبيد؟ الشاتر سبيد باختصار هو كميه الوقت او الضوء اللي بيتعرض له الفريم الواحد في جزء من الثانيه، واللي بيلعب دور مهم جدا في ان الصوره يا اما تبقى بلوري يا اما تبقى شارب. طب ايه العلاقه بين الفريم بير سكند والشاتر سبيد؟ ده اللي احنا هنقوله الفيديو الجاي. سلام.